الوكيل في كل من قتل بنتي. خبوها ساعتين ما رضيش يقولوا لنا اي حاجه. خلص من محمد دسوقي وهشام السيد يا رب منكم لله. الدكتور محمد سوى لها في عملية كتلة رحمية على الرحم. 5 دقايق وهتروحي تشتغلي. المحل بتشتغلي فيه بتاع زنوبيا هنا في البلاحة جنبنا، والله هتنزلي تشتغل 5 دقايق وتروحي الشغل. طلعت بنتي من الساعة 11 العمليات، وبنتي عم بتهزر معاها وبتضحك، وبنتي مش عيانة. ده أنا كنت جايباها بس عشان كانت بتنزف. قلت تعمل عملية ده 5 دقايق ب 2000 ونص منظار و1300 جنيه كده جراحة. قلنا لها المنظار سهل عشان ما تتعبيش. لا المنظار هتمشي في ساعتها 5 دقايق. دفعنا وخدوا تقرير عليا وماضيه برقم بطاقتي ماشي. وطلعنا جم حطوا لها كانونه وخدوها حضروها للعملية. دخلت الساعة 11 قاعدة فوق، غابت ساعتين في العمليات والعيال شايفين حركه زايده، وانا قاعده جنب بنتي تحت عشان نايمه. رحت رجلي وجعاني، رحت طالعه قلبي وجعني. قلت لها يا بنت اختك ما طلعتش ليه؟ اختك ماتت. اختك ماتت يا البسمه ماتت. قالت لي لا، قالت لي مش عارفه يا ماما اطلعي، مش في حاجه غريبه. رحت طالعه زق الباب وزقنا الباب، لقيتهم واخدينها بالترول مدخلينها اوضه ثانيه. يعني هم ما طلعوش وموقفين واحد بطبنجه. لا كل شويه ما طلعوش يبلغوكوا ان ما حدش علمنا. انا خبطت على كذا مره لاني ثواني يا ماما لقيت كذا دكتور بيخش بيجري وبيطلع بيجري وبيطلع. قلت له يا بنتي انا عايزه اطمن على اختي، عايزه اطمن على اختي. تمام. قال لي اختك كويسه. هي عملت العمليه وفي الافاقه ما عملتش وهي لا عملت عمليه ولا دخلت افاقه. خلص البنك. تمام. من البنك لقيت اختي في الطرقه متغطيه وسايبينها. بنتي لا في اوضه عمليات بنتي ولا اصلا في نيلة. بشرتها ولونها بيضه زي القشطه. الممرضه قالت لك طالعه زرقاء زي الطين. لا واحده مخنوقه واقفين واحد بطبنجه عشان يخوفونا. واقف دكتور قلت له جيتين العمليه يجروا بيها، بس سيبيها نوديها مش عارفه فين. قلت له بنتي مش هتمشي. والدكتور محمد سوقي قلت له انا عايزه اكلم دكتور محمد سوقي دلوقتي. طلع لي وقال لي هي كويسه، هي عندها مشكله في التنفس ولا حاجه؟ قلت له ما عندهاش حاجه. قال لي هي ولا اي حاجه، عندها 4 دكاتره تخدير. هي عملت العمليه ولا ما عملتش؟ ما عملتش عمليات. جابوا لها 4 دكاتره تخدير منهم هشام السعيد. عملت تحليل الثلاثه التانيين ما اعرفش اسمها. انيميا، يعني كان عندها انيميا وهربوا. المفروض ما تخليهاش معانا على فكره معانا التحاليل ومعانا المشاع المفروض وانت بتقطع تقرا التقرير عليا واخدين 2000 ونص الصبح. ازاي يعمل له يا دكتور؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قتل بنتي. عندها انيميا واطي. مستشفى سينا الدولي السويس. الدكاتره بلغوكوا باي حاجه؟ كلهم ما حدش بلغنا ولا حد ولا حد قال على بنتي. كل اللي قالوه كان ولا حد قال على قالوا ان هي عملت العمليه وما عملتش العمليه. قتلوها وهي ما جاتش من الافاقه. جرح فيها ومفيش اي حاجه. مفيش اي حاجه زي الفل، ما فيهاش اي حاجه ولا عملت. في واحده عامله هم جوه عايزين يفتحوا لهم. هي جرت وسحبت، بس هي قالت الناس اللي جوه معاها قالوا انها ما عملتش العمليه. عايزين يعملوا فيها حاجه على اساس انها عملت عمليه. يطلعوها انها ايه؟ عملت عمليه. حتى لو عملت العمليه عمليه ما تموتش. عملت ايه؟ ده كتله رحميه. هي تموت واحده ازاي؟ طالعه زرقاء زي السلوى يا بابي. تقول ما تعملش عمليه. في شرطه موجوده هنا حاجه؟ انت عملت محضر؟ احنا هنا واحد واقف بطبنجه واقفينه بقى عشان ايه؟ يخاف. وقف العيال يخوف العيال. عملت المحضر لما فين؟ طلعت عملت المحضر في القسم. في استاذ الدكتور محمد السيد. قولي اسمه يا ماما. محمد الدسوقي وهشام السيد بتاع تخدير. مستشفى سينا الدولي، مستشفى زباله، مستشفى رمه، مستشفى قتلت قتله، مستشفى عايزه حريقه. ازاي الظلمه؟ جايه عمليه بيقولوا جايه عمليه بيقولوا فحص. احنا كلنا الناس كلها عارفه انها تعمل عمليه تعمل عمليه. الناس كلها من شهر عارفين ان هي تعمل شبه زي القمر. لا بكره اعمل عمليه. شبه زي البدر.
بتهزر معاه. تغتشي العيال تبص لها. اجمل اخواتها. 27 سنه. احنا جينا بنسال على الريبورت الاول ما بتخش، المفروض الدكتور بيكتبوا الحاله، لما بنيجي ندفع فلوس وبيدونا وصل، لا في فلوس ولا في وصل ولا في ريبورت ولا في اي حاجه، وخبوا علينا ان هي ماتت. كانوا عايزين، هي ماتت من التخدير قبل ما تخش العمليه اصلا، وبعد كده قبل ما تخش العمليه ما دخلتش عمليات ولا عملت عمليه ولا عملت اي حاجه، هي دخلت اتخدرت، ماتت وهي بتتخدر. خبوها ساعتين ما رضيش يقولوا لنا اي حاجه، ولا بقى بيقولوا ان مفيش اقرار ان هي مضت عليه ولا اي اقرار، ولا عايزين يدونا حتى الوصل اللي دفعنا فيه 2500 جنيه الصبح، ولا اي حاجه ولا اي حاجه. وما قالوش غير لما هربوا الدكاتره، يعني بعد ما فيش اي مسؤول في المستشفى، لا دكتور تخدير ولا مدير مستشفى ولا حد في الاداره ولا اي حد، ما عرفوناش ان هي ماتت غير بعد ما كله مشي. لغايه الساعه 11 ما دخلتش اوضه العمليه، جم ادوا لها حقنه، ايديها ابتدت تورم، ورم مش طبيعي. تعالوا بعد كده هنطلع على فين؟ قال لك بعديها بساعتين الساعه 11 طلعت فوق. مفيش ساعتين بالدقيقه ما دخلتش اوضه العمليات، مفيش اي حاجه، مفيش غير التخدير. قرار النيابه طلع بالتحفظ على دكتور البنج والتحفظ على الدكتور اللي كان هيعمل لها العمليه، اللي هو محمد دسوقي، اللي هو الدكتور محمد دسوقي.